يسر قناة السنة سفينة نوح المغربية أن تقدم لكم هذه المادة. ومن أصناف الكذابين الدجاجلة الكذابون الذين حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت الواقع مصداق ما قال هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. والشاهد من الحديث هنا قوله: وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. ومع الأسف كثير من الناس لم يأخذوا بهذه النصيحة النبوية فيحذروا الكذابين. ومن حديث ثوبان الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، إلى أن يقول: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. أخرجه أحمد وأبو داود في الفتن بإسناد صحيح إلى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الراحبي عن ثوبان مرفوعا. وأخرجه ابن ماجه بإسناده إلى قتادة عن أبي قلابة به في الفتن حديث 3952. وأعظم الدجالين فتنة الدجال الأكبر الذي حذر منه جميع الأنبياء، وأشدهم تحذيرا منه وبيان لحاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث به متواترة وأمره مشهور بين المسلمين. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن هناك من هو أشد خطرا على الأمة منه. فعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يظن أنه قريب منه، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن حديث 2937. ومن هؤلاء الدجالين الكذابين الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب في اليمامة، والأسود العنسي باليمن، ادعيا النبوة وتسببا في ردة كثير من العرب عن الإسلام، فأهلكهم الله وأهلك غيرهم، وقضى على فتنتهم بسيوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الميامين. ومن الكذابين الذين ادعوا النبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، الذي قال الرسول عنه: سيخرج في ثقيف كذاب ومبير، فكان الكذاب المختار وكان المبير الحجاج. ومنهم من ادعى النبوة الحارث الكذاب، وغلام أحمد القادياني الهندي
وله أتباع ينتشرون الآن في العالم ويدعون أن باب النبوة مفتوح لكل كذاب أفاك على شاكلة شيخهم قاتلهم الله. ومن الكذابين عموما اليهودي الخبيث ابن سبأ الذي ادعى الإسلام زورا وأثار كثيرا من الرعاع على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى استشهد في تلك الفتنة التي أثارها هذا الخبيث، وهو الذي أسس مذهب الرفض وأصوله الخبيثة، ومنها الغلو في أهل البيت إلى درجة التأليه وتأليه علي عند غالبيتهم، وأن عليا هو الوصي عند غالبيتهم، يعني الرسول أوصى بخلافته وهذا من أكاذيبه، وأن عليا سيرجع إلى الدنيا ويفعل يعني يقتل أبا بكر وعمر وخلفاء بني أمية وبني العباس إلى 500 خليفة قبحه الله. وأسس هذا الخبيث الطعن في الصحابة إلى آخر فتنته التي طورها وعمقها الزنادقة ورؤوس الرفض الأفاكين، فملأوا الدنيا بالأكاذيب والافتراءات، فدينهم يقوم على الكذب والضلال. ومن هؤلاء الدجال الكذابين رؤوس البدع والضلال كالجهم بن صفوان، ورؤوس الخوارج والمعتزلة والصوفية الحلولية والقبورية، وكالنظام المعتزلي وكالحلاج الزنديق وابن عربي الزنديق وابن سبعين والتلمساني وغيرهم من الزنادقة الدجاجلة الكذابين المستترين بالإسلام المندسين في صفوف أهل التصوف. فإن أهل التصوف كانوا مرتعا خصبا لهذه الأصناف من الزنادقة، كما كان الرافضة أيضا مجالا فسيحا للزنادقة. ومن هؤلاء الكذابين في هذا العصر رؤوس الأحزاب السياسية من علمانيين وبعثيين وكثير من أصحاب الشعارات البراقة باسم الإسلام كالاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية والدعوة إلى حرية الأديان والدعوة إلى وحدة الأديان، وكثير من الدعاوى الضالة باسم الإسلام. فهذا يحصل من أحزاب تدعي أنها تتربع قمة الإسلام وتدعي أنها نشأت لإعادة الأمة الإسلامية إلى سامق مجدها، فزاد الناس بوارا وضلالا والعياذ بالله، وهم أشد الناس والله خطرا على الإسلام. فعلى المسلمين وعلى طلاب العلم أن يحذروا هذه الأصناف جميعا أشد الحذر، وأن يحذروا المسلمين من مكرهم وكيدهم، وأن يهتكوا أسرارهم، وأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يتبعوا السلف الصالح في عقيدتهم ومنهجهم وولائهم وبرائهم، وأن يعاملوا هذه الأصناف الخطيرة التي خشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وحذرهم منها، وبين أنه يخافه أكثر من الدجال، فليعاملوهم كما عاملهم السلف الصالح من الحذر والتحذير وكشف الأستار وبيان ما فيه من عوار، حماية للدين ونصيحة للمسلمين.